طفلة سورية تعيش في تركيا اختفت بطريقة غريبة، وأهلها بدأوا يدوروها في بيوت الحي إلى أن وصلوا إلى شاب تركي بائع ورد. لما سألوه إذا كان شاف البنت أو لا بدت عليه علامات توتر، قفل الباب في وجههم بعد ما جاوبهم مباشرة. فالأهل بدأوا يشكوا في هذا الشخص. غنى خالد مرجمك طفلة سورية تعيش في تركيا وعمرها 9 سنوات، وأصولها من حلب، لكنها هاجرت هي وعائلتها إلى تركيا. وكانت غنى طفلة طبيعية حالها حال أي طفل ثاني، تروح للمدرسة وترجع للبيت طبيعي، لكن كانت تتأخر في بعض الأحيان لأنها كانت بعض الأيام بعد المدرسة كانت تروح لبيت أحد أقاربها أو بيت من بيوت الجيران. أهلها كانوا متعودين على أنها تتأخر. في يوم 5 أبريل 2023 أخرت غنى بعد المدرسة، فالأم بدت تتوتر شوي، ولكن الأب خالد بدوره كان يهديها ويقولها أنه يمكن غنى راحت لبيت أحد أقاربهم أو بيت من بيوت الجيران. ولكن اللي كان مخلي الأم تتوتر أنه صارت الساعة 4 العصر وما في أحد من أقاربهم أو جيرانهم اتصل فيهم، واللي كانوا معتادين أنهم يتصلوا فيهم إذا كانت غنى عندهم. لكن لما جات الساعة 5 الأم والأب قالوا خلاص لازم يتحركوا ويبدوا يدوروا على غنى، وقدروا يتأكدوا أن غنى ما طلعت من الحي لما سألوا أصدقائها في المدرسة. فبدأوا الأم والأب يدوروا الحي بيت بيت. بعد ساعات من البحث ولما يأسوا أم وأب غنى قرروا أنهم يسلموا الموضوع للشرطة. طبعا أهل غنى ما كانوا يريدوا يسلموا الموضوع للشرطة مباشرة، كانوا يريدوا يتأكدوا زين بعدين يسلموا الموضوع للشرطة. فبعد ما اتصلوا أهل غنى بالشرطة، الشرطة تأكدوا وفتشوا كاميرات الحي وتأكدوا أنه غنى ما طلعت من الحي، وبكذا خلص عمل الشرطة. لكن أم غنى كانت بعدها خايفة على بنتها وطلبت من الشرطة أنهم يبحثوا أكثر. كانت الشرطة تبحث من جهة وأهل غنى يبحثوا من جهة، ويقال أنه أهل غنى سألوا أكثر من شخص في الحي إذا كانوا يحسوا أنه بنتهم مخطوفة أو شيء. أكثر من شخص في الحي قالوا لهم نعم، وكانوا يشكوا في شاب تركي صاحب محل زهور. ولما راحوا أهل غنى لهذا الشخص وسألوه عن بنتهم كان واضح فيه التوتر، وجاوبهم انه لا ما شفتها، وقفل الباب في وجههم بسرعة. فأهل غنى شكوا في هذا الشخص واتصلوا بالشرطة مباشرة، طلبوا منهم انهم يحققوا معه. خلال الاستجوابات مع هذا الشخص اكتشفوا انه انتقل من بيته القديم من فترة قصيرة. طلبوا منه انهم يفتشوا بيته القديم، خذوه معاهم وراحوا لبيته القديم اللي كان في نفس الحي. طلبوا منه انه يفتح لهم البيت عشان يفتشوه، ففتح لهم باب البيت بكل ثقة وقال لهم تفضلوا فتشوا. فدخلوا الشرطة وبدأوا فتشوا كل زوايا البيت، لكنهم ما لقوا أي أثر لغنى. مع إلحاح أهل غنى على الشرطة قرروا أنهم يفتشوا مرة ثانية. لما فتشوا للمرة الثانية شافوا بير، كانوا شاكين أنه غنى كانت موجودة في هذا البير. فنزل واحد من رجال الشرطة وفتش هذا البير، وفاجأة كانت أنه غنى كانت موجودة في هذا البير. ولما استجوبوا الشخص وسألوه ما تردد وخبرهم كل تفاصيل الجريمة. قال لهم انه قدر انه يستدرج غنى لبيته واعتدى عليها وتسبب لها في كسور في اسنانها وبعض عظامها. بعدها اخذ حبل وربطه على رقبتها، ربطه من الطرف الثاني في حجر كبير، ورمى الحجر في هذا البير وطاحت غنى معه. لما دوروا في ماضي هذا الشخص اكتشفوا انه عنده سوابق، واكتشفوا انه مرة اعتدى على شاب سوري طعنه كم طعنة في بطنه. لكن الشرطة التركية ما حبت تكبر الموضوع عشان ما يقولوا انه شاب تركي اعتدى على شاب سوري ويشوهوا سمعتهم. من الحين ما صدر الحكم في هذا الشاب التركي، لأنه السالفة بعدها جديدة ما كملت حتى شهرين. ولكن أهل غنى قالوا إنهم ما بيرضوا إلا بالإعدام. بس كذا بنكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا تعطوني اقتراحاتكم تحت، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. رحت على المدرسة الساعة 1 تمام. أول امبارحة نهار 3 كان صرفتها بال5. عرفت شلون؟ أنا هون عندي مشكلة في الكارت زراعات. بدأنا العصر، هو عم بقدي العصر، رحنا على الزراعات. قلت لي تعال نروح نشوف بيت في أخجر بقرة